الحمد لله الذي خلق الخلق لعبادته وأنزل الكتب لهدايته وبعث الرسل لدعوته وجعل في كل زمان بقايا من أهل الحق يدعون إليه على بصيرة. نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وعظم سلطانه، ونستفتح هذا اللقاء وهذه الموعظة متوكلين على الله تبارك وتعالى سائلين إياه أن يجعل هذا اللقاء وهذه الموعظة والذكر مباركا تحيي فيه القلوب وتزال الغفلة وتستنزل فيها بها الرحمة. ثم الصلاة والسلام على خير الورى محمد بن عبد الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، يا إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، ትንሽዬ ስላለንበት ወርና ስለ ቀጣይ የሐጅ እንቅስቃሴዎች ተከታታይ የሆኑ ጥቆማዎችን ባለን ጊዜ ለመጠቆም እወዳለሁ። እንደሚታወቁ አሁን ያለንበት ሰዓት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ላገራላቸው ሰዎች ያንን የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የተከበረ ቦታ ለመዘየር እንቅስቃሴ እያደረጉ ያሉበት ሁኔታ አለ። እነሁም ወፍዱላሂ ተባረከ ወተዓላ፣ እነዚህ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ልኡካን ቡድኖች ናቸው። ሁሙል ሁጃጅ ወልሙዕተሚሩን፣ እነዚህ ሐጅ ለማድረግ ጉዞ የጀመሩ በዛው ዑምራቸውን የሚፈጽሙ የሆኑ ሰዎች ሁም ወፍዱላሂ ተባረከ ወተዓላ ፈደዐሁ ፈአጃቡህ ፈሰዐሉሁ ፈአዕጣሁም። አላህ ጥሪ ያደረገላቸው መርሐባ በለው ጉዞ አደረጉ። በዕደማ ወፈረ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ሽሩጥ፣ መስፈርቶችን የሐጅ መስፈርቶችን አላህ ካሟለላቸው በኋላ ሌሎች ጉዳዮችን ምክንያት ሳያደርጉ ያንን የተከበረ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቤትን ለመጎብኘት እንቅስቃሴ አድርገዋል። የገቡም አሉ፣ ገና በጉዞ ላይም ያሉ አሉ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ጉዞ የሚያደርጉት ሂደት ሐጅ ይባላል። ሐጅ የሚባለው ነገር ዚያራ ማለት ነው፣ መዘየር መጎብኘት ማለት ነው። እንደው ስለ ሐጅ ፈድል፣ ስለ ሐጅ ሌሎች ሩክኖች፣ ስለ ሐጅ ሌሎች ብዙ ሸሪዓዊ ድንጋጌዎችን ከመዳሰስ በፊት መታ በደዐል ሐጁ፣ ሐጅ የጀመረው መቼ ነው የሚለው መነሻው እንደው ቀንጨብ አድርጌ የዛሬውን ፕሮግራሜን እንደው በጠቆም እፈልጋለሁ። እንደሚታወቀው ቢዳየቱል ሐጅ ካነ ፊ አሐዲ ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም፣ በኢብራሂም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዘመን እንደነበረ ይነገራል። ለዚህም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ኢብራሂም ከባለቤቱ ሐጀር ጋራ ወደዚህ ቦታ እንዲሄድ ባደረገው ጊዜ እንደሚታወቀው የኢብራሂም ባለቤት የነበረችው ሳራ ነበረች። ሳራ ለኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም ጃሪያ ሸለመችው፣ ሰጠቻቸው። ሴት እቺ እንግዲህ የምትንከባከብ ኻዲም ማለት ነው። ከዛም በኋላ ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከሳራ ጋር ግንኙነት አድርገው ወለዱ። ኢስማኤል ተወለደ። በዚህን ጊዜ ነበረ የኢብራሂም ባለቤት ሐጀር ክፉኛ የሆነ መውለድ ስለማትችል ክፉኛ የሆነ የቅናት መንፈስ በውስጡ አገባና ኢብራሂምንና ሳራን መመልከት አልፈለገችም፣ የተወለደውን ልጅ እስማኤልን ጨምሮ ማለት ነው። ከዛም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ኢብራሂምን አውሐ ኢለይህ፣ ወደሱ ወህይ ያወረደለትና ከፍልስጢን ከሻም ሀገር ወደ ተከበረው ከዕባ ወደ መካ አካባቢ እንዲሰደድ አደረገው። ብዙ ታሪክ አለ እዚህ ውስጥ፣ እንደው ቆንጸል አድርጌ ነው ሐሳቡን ምጠቁመው። እዛ ከደረሰ በኋላ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያን ቤት እንዲገነባ አዞት ያን ቤት እንዲጎበኙ ሰዎችን የቀሰቀሰበት ሁኔታ ነበር። ለዚህም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ፊ ሱረቱል ሐጅ ወአዚን ፊ ናሲ ቢልሐጅ የእቱከ ሪጃለን
وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس لسوج تزاز استلالف تتعارض الأذان هو الإعلام ما سوق ما استمر مالت أذان مالت بالحج بحج في الناس نو أي لجميع الناس لسوج كله الرياض الرقسيل الله سبحانه وتعالى إبراهيم عززونا إبراهيم دقمو إياك أنسوت ونباري للعلماء التفسير الزلاي أني ما اللي سماينو وزيح مدرب دابرها وسط بتشاين تريبا درق ما اللي سماينان بلو إبراهيم تيقو ونبر يتاون يبالا كذاب الله سبحانه وتعالى تتعرى له يا درسو سورة الله سبحانه أنت بتشا تتعرى أدرسها تزازلونا الله فقضى إبراهيم مبتلي به إبراهيم يتفتن بت النقر فالسنة الله بالقرآن ليس لإبراهيم فتناوش من نقر وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن أو فأوفاهن إبراهيم مولو أدرقو يتعززو تزاز مولتوان لجهن ربتبلو بهلم والله سيتوت لما رنسي الزقاج الله سبحانه وتعالى في رياسة توسان وفديناه بذبح عظيم يالا الله سبحانه وتعالى بقرآن لي بتلاقي أنا قصوش لي يا إبراهيم تلاك النتنا يا إبراهيم قالوا يميم ولا نبي لمهورو كذاب أبو الأنبياء يدرجوا لمهورو يتاريخ مهرانوتشم يزقبالو الله بالقرآن بلا يسلسل للنقران إن إبراهيم كان أمة قانتا حانفا ولم يكن من المشركين أمة أنه مع أنه وقف على الحق وصف بالأمة الأمة قال العلماء هو الإيمان مريمالة وقال بعضهم الأمة هو صواب أعظم مع أنه واحد عندك مهو قارا تالاك بدينه تالاك درجة يدرسه تلك سونا مالته عندي صحق عليك هنا راس شنو جمعنا مالته بزو ملكنا أمة يمينون يا إبراهيم صفة حتى ذكر كثير من العلماء من المفسرين والفقهاء هذه الأوصاف بتفاصيل كثيرة ببزو عينت زرزر نطوش نبر يقل صوت عندو قزي لما ساطر يحكلنا وليتقوم من مادركم زرو حج جمر بالساعات مشنو كان بإبراهيم عليه الصلاة والسلام زمن نبره الله سبحانه وتعالى يوم القرآن لا يسكمته وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا رب نقرا الله بالقرآن لا يزرزر أرسل الناس وأذن في الناس بالحج قالوا بحج سوتش الرياض رجلاتشو يأتوك رجالا أو على أرجلهم بقروا تشاتشيمة لهل سبحان الله كم من الرجال كانوا رجالا حقا لله تبارك وتعالى سنتنا سنت وندوچ አሉ እውነተኛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወንዶች ሆኑ በረሃዎችን ሙቀት ሳይገድባቸው ወይነ ደጋዎችን ቅዝቃዜ ሳይገድባቸው ስንቃቸውን ሸክፈው በእግሮቻቸው ሀገርን አቋርጠው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቤት የሚጎበኙም አሉ በፈረሶቻቸው وعلى كل ضامر الضامر كسيتا يهونو ግመሎች ማለት በጣም የከሱድ የደቀቁ የሆኑ ግመሎችንም ላይ ሆነው يأتوك من كل فج عميق يأتينا من كل فج عميق روك هونو أي بعيد كمدر جاف اسكجاف كسمين كمعراء كدبوب كمسراء كمعراء مقاجا يمطون لها لو الله اندالو الله سبحانه وتعالى بهون ساعات سوج بورطا انجي حج مادرك ما يشيلوا بالدرجه ላይ ተደርሷል حتى أن الله تبارك وتعالى أن إبراهيم عليه السلام دعا ترم الله لمنه بنبره الزابرها لا بيتشاون بنبربت كزي سو تلقو نبرنا دو أدرقو نبره الله سبحانه وتعالى يتشنا أقر تنافاك أدرقوات أهون سوج بورثانو عندنا حقراتوش لاي ሁለት ሶስት አመት ቆይቶ የሚደርሳቸው አሉ ከሁለት ከሶስት ከአምስት አመት በፊት ቀርበው ተመዝግበው የሚደርሳቸው አሉ ምክንያቱም አንዳንድ ሀገሮች ላይ በብዛት ሐጅ ለማድረግ የሚነሱ ሰዎች ስለሚኖሩ የሐጅ ሚኒስቴር ደግሞ እንደሚታወቀው ዘህማ ሲኖር የሰው ህይወት ሊጠፋ ይችላል አደጋ ሊከሰት ስለሚችል በሆታ አድርጎታል ከዛም የተነሳ የተወሰኑ ሰዎች ብቻ ስለሚሄዱ በአምስት አመታቸው የሚደርሳቸው ህዝቦችም
እንዳሉ አንዳንድ ሀገራቶች ላይ ሰምተናል። በጥቅሉ ሐጅ የጀመረው في عهد إبراهيم عليه السلام እንደነበረ ይነገራል። ነገር ግን ከዛ በኋላ تحريف الحج في الجاهلية بجاهلية وصراعات الذي كان بين نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام بزيه زمن الفترة ببالال نبيات ملاك تقارط أبت قزي نبرة بزي الساعات حج هنيتها وتقيروا نبرة تقلبت ونبرة مع مرور الزمن أدخل العرب في الجاهلية مظاهر الشرك في الحج يشركن مقلجاوج بحج لا يدرقت مثل عبادة الأصنام تعوتات المملك وكذلك الطواف بالبيت عراة ببيت الله زوريا لي بكأبا زوريا لي أركانات شون بزور جمر وكذلك تحريف المناسك يا حج سرعاتوچن قيرواچو لوطواچو براساچو منفسنا هوا براساچو زنبال يدرقت مالت وكذلك التفاخر نعم بالأنساب بزر بقرات أن يكون يكلي زرنين الزهد سيادرقو بزروچاچو بهبتوچاچو بቤተሰቦቻቸው ስልጣንና ማንነት በኮፈስ ጀመሩ ይሃን ነበር በዚህ መልኩ መሐል ላይ የተቀየረበት ሁኔታ ነበር ከዛም በኋላ تصحيح الحج في عهد النبي عليه الصلاة والسلام የሐጅ ስርዓት ደግሞ በነብዩ عليه الصلاة والسلام بعثة ሳቸው ከተላኩ በኋላ የሐጅ ስርዓት በስረቱ ይዞ እንዲቀጥል ተደረገ ማለት ነው يعني بعد فتح مكة የመካ ከተከፈተች በኋላ 8ኛው ዓመት ሂጅራ ላይ طهر النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة من الأصنام ነብዩ عليه الصلاة والسلام ከካዕባ ውስጥ 360 የሚሆኑ ጣዖታቶችን ስብርብር አድርገው ከካዕባ ዙሪያ ላይ አጠፋቸው ማለት ነው ከዛም በኋላ في سنة التاسعة من الهجرة 9ኛው ዓመት ሂጅራ ላይ أبو بكر عامر ሆኖ حج أصدرقبت ويتا ثم لحق به علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليعلن براءة الله ورسوله من المشركين الله سبحانه وتعالى ملكتن يوم كمشركوش نزعل وتزندا كلاتهم بزي ملكو يحج مري هونو حج الناس درقوا يتاريخ بهرانوش ياسكمت قالوا مالته سلذي حج من نشاو بإبراهيم زمن نبرا محل لاي يشرك أستساسم ጣዖታቶችን ትንብለው የሐጅ ስርዓቱ ተበላሽቶ ነበር ከዛም በኋላ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሐጅ ስርዓቱ እንዲስተካከል ያደረጉበት ሁኔታ ነበር ማለት ነው ስለዚህ ሐጅ መነሻው ይሄን ይመስል ነበር አሁን ላይ ያለው የሐጅ ሁኔታ እንዳው ጠቅለል አድርጌ እንደ ጥቆማ ሰጥ ተወለት المملكة العربية السعودية خدمة الحرمين منذ عام እንግዲህ እንደሚባለው 1343ኛው ዓመት ሂጅራ ወይም በሚላድ በሌሎች በውጭ አቆጣጠር በግሪጎሪያን ካላንደር በሚባለው በ1924 ዓመተ ልደት የዛኔ ኢንሻ የሆነበት በአዲስ المملكة العربية السعودية تجريد وزارة الحج የተከፈተበት የሐጅ ሚኒስቴር ተብሎ ይሄን ጉዳይ ሰዎች በብዛት እየሄዱ በብዛት በሚጎርፉበት ጊዜ ቦታው ለሰዎች ምቹ ለማድረግ እንዲሁም የሚመጡ ሰዎች ከያገሩ የሚመጡ ሰዎችን ተርሽ ለማድረግ ከጊዜ ወደ ጊዜ የሰዎች ፍላጎት እየጨመረ ቁጥሩም እየጨመረ በበዛ ቁጥር የሐጅ ሚኒስቴር የራሱን ኮታ በእያንዳንዱ ሀገራት ሰጥቶ ቀደም ብሎ አዘጋጅቶ ሰዎች በአሁኑ ሰዓት ቀድሞ ሲያደርጉት ከነበረው የሐጅ አፈጻጸም ስርዓት በተለየና በአማረ መልኩ የሚፈጽሙበት ሂደት እንዳለ ድካሙን የቀነሱበት ሁኔታ እንዳለ የሚያስረዱ ብዙ ናሙናዎችን ባይናችንም ስላየን ይሄን ጥቆማ ለማድረግ ነው ኢንሻአላህ በሚቀጥለው ፕሮግራም ላይ በሌላው ነጥብ እንመለስበት ይሆናል ተከታታይ ፕሮግራም ይመድ الله الاجل الله سبحانه وتعالى ጊዜ ከሰጠኝ ተከታታይ ፕሮግራሞች ይኖረኛል በዚህ ዙሪያ ላይ ማለት ነው بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا